السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي الزردة العراقية بطريقة سهلة وبسيطة. عندي هنا كوب ونص من تمن العنبر، راح أغسله وأنقع عليه كاملة. وثاني يوم راح أجهز قدر أخلي بيه تقريبا لترين من المي أو لتر ونص حسب التمن يعني. إلى أن يغلي المي راح أصفي التمن وأخليه على القدر، وبس يغلي المي أضيف التمن بعد ما أصفيه وأقلبه كل مرة وأشوفه إذا استوى عندنا أو صار طري. وإذا احتاج بعد كمية مي أضيف مي وأخليه على نار كلش هادئة وأقلبه كل مرة حتى ما يحترق يعني أسفل الجدر. وبعد ما استوى عندنا التمن وصار عندنا كلش طري نجيب الهاند بلاندر، أو أنتم ممكن تجيبون أي شيء تهرسون به التمن، بس أنا أحب تكون التمناية يعني لا خشنة ولا ناعمة، شوية مهروسة. ونضيف تقريبا كوب ونص من السكر يعني حسب انتو ذوقكم، اذا تحبون اكثر خلوا اكثر. هنا عندي زعفران اني نقعته بمي مغلي وضفته على التمن. وبعدين قسمت الزردة قسمين، قسم راح اخلي عليه لون اصفر وهيل واقلبها، والقسم الثاني راح اخلي به حليب يعني اسوي لون ابيض ولون اصفر. هذا اللي باللون الابيض راح اضيف عليه تقريبا نص كوب من الحليب، ذوبت بيه ملعقة طعام من النشا او اقل بشوي يعني حتى تتماسك عندنا وتصير مثل شلون الحلقوم الزردة. وضفت لها شوية همات هيل، وهنا الكمية الثانية ضفت لها شوية ملعقة طعام من النشا وذوبت بشوية مي، وضفت شوية بعد شكر حسيتها شوية يعني أدلها بعد شوية حلا. هنا ذوبت تقريبا ملعقة طعام من الزبد فرقعته ودرته على الزردة. والقسم اللي باللون الأبيض ضفت عليه ملعقة طعام من الزبد حتى يعطينا نكهة طيبة للزردة. هنا حضرت الحبشكلات عندي فستق حلبي على لوز على دارسين على جوز هند، اي شيء لكم بالبيت ممكن تزينوا بيها الاطباق الحلوه. وهنا انا حبدي اتفنن، وطبعا كلش استمتعت بهاي الاطباق لان يعني تعطينا شويه يعني راحه نفسيه وسعاده للتزيين. اي شيء انتم ببالكم تسووه، انا طبعا ما عندي شيء فكره ثابته هيك من مخيلتي بديت انه ازين الطبق. طبق يعني متواضع وحلو، مثل ما نقول العين تاكل قبل التم او قبل الفم. وعندي هنا شويه ورد، هذا يسموه ورد محمدي هم زينته بيه الاطباق. وطبعا هواي يسالوني على هذا الورد، هو متوفر موجود بكل عند العطارين اللي يبيعون الاعشاب اللي يبيعون هاي البهارات والتوابل، متوفر بكثره وسعره مناسب يعني. وراح اترككم تستمتعون وتتفرجون على الاطباق شلون سويت التزيين. ان شاء الله يا رب تجربون هاي الوصفه اللي هي الزردة العراقيه الاصيله التراثيه اللي كان أهلنا قبل يسووها ولحد يعني احنا نسوي هذا الطبق الحلو ونحبه. ان شاء الله يا رب تجربوها وتدعوا لي عليها اكيد، وبألف عافية عليكم مقدما وفي امان الله.